لو تعرفوا شو انبسطت من اللاعب ياسين العياري بسجوده بأرضية الملعب، وجه رسالة لكل السويد وللحزب اليميني المتطرف إنه الديانة الإسلامية هي جزء من المجتمع السويدي. هاي الفرحة ضمن المنتخب السويدي ضمن أرضية الملعب، شاء من شاء وأبى من أبى، ولن نسمح بإهانة رموزنا وإهانة ديننا. فوز كبير وهارد لك للمنتخب التونسي. بتمنى تتفهمونا لما تشوفوا بعض التعليقات حدا يشجع المنتخب السويدي. يعني اللي سجل الجوال على المنتخب التونسي الهدف الأول والهدف الأخير كان اللاعب ذو الأصول التونسية. يعني هذا تونسي يسجل مع المنتخب السويدي، يعني لولا اللاعب هذا النتيجة كانت 3-1 مش 5-1. ما علينا، ولكن هارد لك للمنتخب التونسي وبنتمنى لكم الأفضل في المباراتين القادمتين. لك هلكت من الفيديوهات تبع المنتخب التركي والترند تبع احتفالية المنتخب التركي وتوديع المنتخب التركي. التوديع تبعهم ما صار لأي منتخب لما طلعوا وسافروا لأمريكا، شيء مو طبيعي. أنا قلت يعني بدهم يكسر عندهم معنويات بتطحن الحجر. يا زلمة خسروا من المنتخب الإسرائيلي 2-0، والمنتخب الإسرائيلي يعد متواضع جدا. المنتخب الإسرائيلي بيتأهل عن قارة آسيا، بيلعب اليابان أفضل منه، كوريا أفضل منه، السعودية بتنافسه وأفضل منه. غريبين. المنتخب السوري بال2018 على لحظة رح يتأهل على حساب المنتخب الإسترالي. شيء غريب. المغرب منتخب عالمي، المغرب منتخب عالمي، منتخب للتاريخ، ما نو منتخب صدفة أبدا، ما نو بالصدفة حقق المركز الرابع المرة الماضية. المغرب يسجل على البرازيل. الله يا قطر، الله يا العنابي، أول منتخب عربي بيحقق أول نقطة. قطر عم تحقق أول نقطة لإلها بتاريخها بمواجهات كأس العالم. قدام مين؟ قدام المنتخب السويسري اللي هو أقوى منتخب في المجموعة. بآخر دقيقة سلخوهم جول وأخذوا نقطة التعادل منهم. الله أكبر يا منتخب قطر، ما شاء الله، الله يا عنابي. مين راح تشجع بكأس العالم؟ يعني بدها سؤال. بلد فتح لي أبوابه، وفر لي فرصة تعليم، وفر لي فرصة عمل، وفر لي حياة كريمة، منحني الجنسية، وفر لي جواز سفر بفوت فيه كل بلاد العالم تقريبا. فأكيد ممتن أنا لهذا البلد، وأكيد راح أشجعه بكأس العالم. كل التوفيق للمنتخبات العربية أكيد بالتأكيد. محمد عدنان وتوقعات كأس العالم بأول يوم، هل لك سر عند الله؟ المجموعة الأولى اللي بتضم المكسيك أحد المنتخبات الثلاث المستضيفة للبطولة، معاها التشيك الأوروبية، جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية عن آسيا. هي المجموعة راح تتصدرها التشيك، وراح